الماسك ده بالقوام ده لازم يبقى عندك قبل العيد عشان تعرفي عملناه ازاي، وكل التركات اللي تخلي جسمك يبوش من غير ما تحتاجي انك تفضلي تحت الدش 7 ساعات. كملي الفيديو للاخر. اهم حاجه في الماسك ده ان هو بجد مكوناته في كل بيت، ولو مش في كل بيت فالمكونات سعرها رخيص جدا. وبعدين دايما وانا عماله اقول لك احنا هنحط كذا نحطه ايه والبديل بتاعه ايه وليه البديل بتاعه كده، يعني خلونا نخش على طول في الماسك لانك اكيد محتاجه النهارده. كيس ملح. الملح مش سكر لان السكر حبيباته اتخن تحس ان هي بتعور، انما الملح حبيباته ناعمه وفي نفس الوقت بسكراب حلو قوي، وهو الملح احسن. والقليل من النشا. اي هما العنصرين دول ممكن تستغني عن النشا، بس هو النشا من باب ان هو النشا بتخليه يلزق شويه على الجسم، فعشان كده انا بحب النشا. انما ممكن لو انتي يعني ممكن تكسلها عادي. وخلونا نحط نص كيس نص كيس نشا نص كيس نشا مثلا. والقليل من زيت الورد. حسن طبعا هيقع. زيت الورد ده بقى بصوا، انا مبحبش اصلا زيت الورد خالص. مش عارفه جبته ليه، بس يعني كنت عايزه اجرب ريحه جديده. ده ممكن تجيبي اي زيت في الدنيا، زيت اسمه زيت عطري وب20 جنيه، الحبه دول ب20 جنيه وكفوني مرتين وهيكفوني التالتة. اي زيت انتي بتحبي ريحته في الدنيا، مش شرط حاجه معينه. في زيت لافندر وفي زيت برتقال، في زيوت كتير جدا عطريه، او اي زيت عامه. انتوا عارفين انت لو عندك زيت شعر انت بتحبي ريحته ممكن تحطيه عادي جدا. الفكره في الزيت او في الاوبشن التاني اللي انا هقولكم ان الريحه بتاعته بتثبت على الجسم، ده اللي احنا محتاجينه عشان تبقى حمايه عيد. طيب لو انت ما عندكيش اي زيت ممكن تستخدمي صديقتي العزيزه الصابون. الصابون انا بحبه اكتر من الشامبو لان الصابون ريحته بتثبت اكتر على الجسم. فانتي هاتي صابونه ابشريها، انا كان ممكن اعمل كده النهارده بس انا مكسله. بس انتي لو عندك صابونه بتحبي ريحتها وريحتها ثابته كده ولذيذه، ابشريها او ابشري نصها مثلا وحطيها. بصوا ريحه الصابون بتثبت على الجسم بطريقه مش طبيعيه، دايما ريحتها نظافه كده. وعشان الدلع وعشان نحس ان احنا شويه بنات، يعني ما بحبش الحاجه كده تبقى اللي هي احنا بنعمل حاجه عشان ننضف مثلا او كده. بحب اللي هو في feminine energy في الموضوع. هنحط القليل من زهرة الكركديه قليل من العناب عشان بس العناب يعني بصوا اصلا شكله، يعني هو المفروض يكون شكله عاطفي اكتر من كده شويه، بس دلوقتي هيبقى عاطفي اكتر. شكله كده ايه، تحطي بقى عناب على جسمك وبتاع، ممكن اصلا تكوني حاطاه في الكبه قبلها او حاجه عشان يكون حتت صغيره، بس انا فكست الموضوع صراحه. انا حاسه ان كان المفروض اغسله او حاجه، ربنا يستر. عشان نميكس كل ده بقى عندك كذا اوبشن. عندك انك تميكسيه بميه عادي جدا، ماء ورد، لبن، شامبو. بس انا عشان مش بحب لخبطه الروايح، اللي انا مثلا حاطه زيت ورد فاحط شامبو، فالشامبو ليه ريحه. احنا عايزين اي حاجه سايبه. بالنسبه لي ده مش شاي، ده ماء عناب. يعني عناب سخن، مش لازم تسيبيه يغلي، هو بس مجرد انك تحطيه شويه على النار فالعناب ينزل لونه. انا محتاجه اللون ده من باب برضو الدلع، بلس كمان اللون العناب ده بيخلي كده البشره، مش هقول لكم ورديه فوشيا يعني، بس يخلي جسمك فيه نضاره كده. دلوقتي وصلنا لقوام الماسك المثالي. بقول لك على الحل المثالي عشان تبوشي من غير ما تكوني قاصده انك تبوشي. لان انا بالنسبه لي فكره ان انا اكون قاعده تحت الميه ساعه او اكتر مستنيه ان انا جسمي يبوش شويه وافضل بقى تحت ميه دافيه وكل الكلام ده، الموضوع ده بالنسبه لي صعب جدا. بضرب زي ما بيقولوا عصفورين بحجر. بنشغل الميه السخنه عادي او الفتره تحت الدش، بنكون حاطين ماسك على شعرنا. لو حابين تعرفوا انا بحط ماسك ايه على شعري مؤخرا وجايب نتيجه مذهله، هنزل لكم اكيد فيديو ان شاء الله النهارده او بعد شويه، يعني انا ما بحبش اتاخر في الحاجات دي. بس هو مين ما بيغسلش الحمام قبل العيد؟ غسلتي الحمام، روقتي وعرقتي، اعملي اي مجهود بدني ثم ادخلي خدي الدش. المجهود البدني ده بالذات لو انتي مثلا تغسلي الحمام فالدنيا فتره حواليكي وغرقانه في الميه، ده هيخليكي تضربي عصفورين بحجر، وهيخلي جسمك يكون مستعد انك تفركيه ويطلع كل البلاوي بتاعت الشهرين اللي فاتوا. انت تكوني غسلت الحمام، جسمك باش، عملت السكراب، وعملتي بقى بعديها الطريقه المثلى في ازاله الشعر بالنسبه لك. في بقى سر انا هقول لكم فيديو تاني عشان انا حاسه ان هو مهم وما ينفعش يتعمل، فهقول لكم فيديو تاني. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. الماسك ده احلى حاجه فيه ان هو ريحتك بتبقى كده 3 4 5 ايام بعديه ريحتك بتبقى كده نظافه، كل ما تشمي نفسك كده تحسي انه ايه ده. كل سنه وانتم طيبين.
لو انتي بتسمعي فيديوهات كتير قوي عن بذر الكتان للشعر وفوائده وان هو حلو وخطير وكل الكلام ده، انا جايلك من المستقبل. كنت مكسله اعمل بذور الكتان للشعر، ولكن اكتشفت انها ألذذ حاجه ممكن تعمليها لو شعرك مجهد، شعرك كده هايش. بذور الكتان بتقضي على الموضوع ده. ممكن تستخدميها لوحدها وممكن تحطي عليها زيوت. انا بالنسبه لي عندي زيت عادي جدا، يعني زيت شعر اصلا، وبحطه على الماسك ده وبحطه على شعري ساعتين. ما حبيتش احط النشا عشان النشا بتنشف اصلا الشعرايه، فما حبيتهاش. بحس ان بذور الكتان بتطري قوي الشعر، بالذات لو انت شعرك كيرلي. هتلاقي كده بعد ما تغسلي بذور الكتان من شعرك ملولي وكده حوالين نفسه كده بشكل كيوت قوي. بس لازم تصفيه، هو ريحته بس وحشه شويه بس يعني هتعدي. لازم تصفيه وما يكونش بذور كتان متكسره او مطحونه، لانها بتلزق في الشعر وتبقى رخمه جدا. حاجه انك تجيبي بس ب20 جنيه بذور كتان وتجيبي تاخدي منها معلقتين، و20 جنيه دول على فكره هيقعدوا معاكي شويه حلوين، وتحطيهم في شويه ميه، يعني مثلا كوبايه ميه او كوبايه ونص مش عارفه بالظبط، لحد ما هتوصلي للقوام ده كده. وتحطيه على شعرك ساعه 2 3 لحد ما تحسي ان انتي زهقتي، تقوم جايه غسلاه. دي بجد احلى فرفره شعر في ايام العيد. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين. انا هقول دلوقتي حاجه مش المفروض الكل يسمعها. جربي انك تكوني بتنضفي في حاجه فيها ميه بكلور من غير ما تلبسي اي شبشب في رجلك، وخلي رجلك يلمس الكلور. هتكوني عملتي احسن باديكير في احسن بيوتي سنتر في الدنيا. اقول بشكل دايركت انك تحطي رجلك تنقعيها في ميه بكلور، ولكن الكلور بياكل في الرجل وهتحسي باحلى نعومه في الدنيا بعد الموضوع ده. بيوفر عليكي المبشره، بيوفر عليكي الموس بتاع الرجل، عشان هي ميه بكلور. الزوائد الجلديه والجلد الميت والتشققات وكل الكلام ده بتنضفي. قال لي يعني ما خدتيش بالك، بس اي حد مريض، اي حد عنده اي مشاكل، انا قلت محدش يعمل الموضوع ده.